السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المدفعجية الجمال. رجعنا لكم فيديو جديد. هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاعنا على التشكيلة الأساسية المفروض المنتخب يبدأ بيها قدام ماتش الكونغو. فزي ما بنبدأ الفيديو بتاعنا كل مرة، لو أنت ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، لو ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، وحد الله وصلي على النبي ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. نبدأ أول حاجة التشكيلة اللي المفروض نلعب بيها قدام ماتش المنتخب. معانا 4 إصابات. إصابة إمام عاشور، طبعا كانت في التمرين ووقع على دماغه، جات له ارتجاج في المخ وراح المستشفى 24 ساعة وطلع الحمد لله. وقال للمدرب انا جاهز انا العب، المدرب قال له لا ما ينفعش. وراح امام عاشور مضى اقرار على نفسه باللي هو اي حاجه تحصل متضاعفات الاصابه، لو حاجه حصلت هو المسؤول عن القرار اللي هو خده. عندك اصابه محمد الشناوي بخلع في الكتف، فربنا يسترها. بعد الايقاف بتاعه الإصابة هتستمر من 3 ل6 شهور، بس هو عمل عملية تقريبا ونجحت، فربنا يرجعه بالسلامة ويرجعه بسرعة للملاعب. بس هو كده الموسم بتاعه مع الأهلي انتهى. عندك إصابة قدام إصابة عندك 3 إصابات. إصابة اسمه إيه؟ عمر مرموش ببرد، فربنا يعني يستر كده ويخف قبل الماتش، لان احنا محتاجينه في الماتش اللي قدام الكونغو. فنبدا في التشكيله على طول. عندك في التشكيله اول اسم معانا محمد ابو جبل. ابو جبل مهم جدا اللي هو يبقى زي البطوله اللي هو عملها 2021، وان شاء الله يبقى هي نفس النسخه بتاعت 2021. قدامه اتنين قلوب دفاع، احمد حجازي وعبد المنعم، وان شاء الله يركزوا في الماتش دوت. وان شاء الله حجازي يركز في الماتش ده جدا. هتقول لي ليه ياسر ابراهيم مش هيلعب؟ هقول لك لان المدرب مش شايف ان ياسر ابراهيم يستحق اللعب، زي مروان عطيه كده ما كان شايف ان هو مش ما يستحقش اللعب ولعب واثبت كفاءه كبيره. بس بالنسبه لي للمدرب يعني يا رب يا رب تحطوا حد على الدكه وتنزله، حتى لو يعني مفيش حاجه بس يبقى عندك على الدكه ورقه رابحه. بعد الشر طبعا لو جالك اصابه في الدفاع هتحتاجه احسن من احمد سامي وعلي جبر. هنخش على الجبهه اليمين. عندك محمد هاني، بالنسبه لي هو هيلعبه على عمر كمال. عندك الجبهه الشمال هيلعب محمد حمدي مكان فتوح، وبالنسبه لي فتوح يلعب اساسي على محمد حمدي حتى لو فتوح مش فت، بس هو برجل واحده فتوح قادر يلعب عن محمد حمدي. عندك في المحللين نزلوا فتوح مش جاهز وما كانش حلو في الماتش، بس انا بالنسبه لي اتفرجت على الماتش كامل، بالنسبه لي فتوح اداؤه كان احسن من محمد حمدي. حتى لو محمد حمدي فت فتوح احسن. عمر كمان اللمه التانيه ممكن تستفاد بيه في الشوط التاني. عندك بقى مشكله هنا في الظاهرين اللي انت من العرضيات بتاعتهم مش مظبوطه. يعني محمد حمدي ده كان واحد من احسن الناس اللي بتعمل اوفرات في الدوري، ما تعرفش راح المنتخب ايه اللي حصل له. الماتش اللي فات عمل سبع رفعات، 7 اوفرات، اوفر واحد منهم بس هو اللي صح، فدي مشكله. عندك هنا الجبهه التانيه برضو العرضيات بتاعتهم مش مظبوطه، فبالنسبه لي لازم تظبطوا الرأسيات في ظل وجود مهاجم زي مصطفى محمد. فلازم الرأسيات بتاعتك تبقى مظبوطه، لازم العرضيات بتاعتك تبقى مظبوطه عشان عندك قناص في منطقه الجزاء. نطلع لخط الوسط. طبعا مروان عطيه لا غبار عليه ولا مساء، يعني ما ينفعش يتلمس بعد الاداء الجيد اللي عمله الماتش اللي فات. مفيش الا باصه واحده بس هي اللي غلط في الدقيقه 89. فطبعا عندك باصه، عندك لعيب عالي جدا. عندك قدامه هيلعب حمدي فتحي، لاعب عالي جدا. بالنسبه لي مش هو نفس نسخه الاهلي، بس انت ما عندكش غيره. عندك اللمه الثانيه قدامه جنبه هيبقى امام عاشور، وان شاء الله امام عاشور ما يبقاش مصاب
ويقدر يلعب الماتش دوت، لان هو لو ما لعبش الماتش دوت هيبقى فيه مشكله كبيره جدا، اللي انت ممكن تشوف النني تاني في منتخب مصر. بالنسبه لي النني ما كانش احسن اختيار. نستنى بس العربيه دي تعدي عشان عامله دوشه لان انا مش عارف اتكلم. عدت العربيه. فبقول لكم ممكن تشوف ممكن تشوف النني طبعا، وانا اسف انا بقول كده بس انت ما عندكش حل غيره. ممكن تشوف النني بس المره دي هتشوفه في مركز 8. فيا رب يا نني تقدر تعمل حاجه وتعمل بقى، يعني تعرفني ان انت كنت مصدوم في مركز 6 ده مش مركزك. فلو نزلت مكان امام عاشور، وانا ما اتمناش كده، بس تورينا اللي انت على قد الثقه ديت، وتورينا اللي المدير الفني هو اللي كان ظالمك في مركز 6 اللي هو مش مركزك اساسا. بس اتمنى طبعا امام عاشور لو هو جاهز ينزل، بس لو مش جاهز ما ينفعش ينزل، لان الاصابات اللي من النوع ده بتبقى خطيره جدا والمضاعفات بتاعتها بتبقى صعبه. فاتمنى هو لو مصاب، يعني هو لو متعافى بنسبه 90% ما يلعبش برضه. قدام عندك عمر مرموش طبعا اللي عنده برد مصاب، فاتمنى اللي هو لو مش مصاب يلعب. لو مش مصاب طبعا هتشوف تريزيجيه، بس اتمنى اللي هو يبقى بيلعب عمر مرموش وتريزيجيه ينزل الشوط الثاني زي الماتش اللي فات. عندك قدام مصطفى محمد الاناكوندا، عندك اللمه الثانيه زيزو. فبالنسبه لي لو تريزيجيه نستنى الماتش الشوط الثاني، وعندك بره كهربا ومصطفى فتحي. ممكن الشوط الثاني لو النني ما بيلعبش حلو في حاله غياب طبعا امام عاشور، ممكن تنزل لزيزو 8، بس زيزو يبقى 8 مركز 8 ما يطلعش على الخط يمين، لا يلعب مركز 8. ونشوف مصطفى فتحي مكان النني او مكان حمدي فتحي يلعب هناك وينج، يلعب جناح يمين. ونشوف تريزيجيه الشوط الثاني ممكن تلعب بخطه 4-2-4 او 4-4-2، وتعمل الضغط العالي اللي انت عملته في الماتش اللي فات وقدرت انت تتعادل تاني بيه، قدرت ان انت تتقدم على الفرقه وبعدين هم تعادلوا معاك. فبالنسبه لي خطه 4-4-2 اللي انت بتلعب بيها في الشوط الثاني هي قادره ان انت تكسبك الماتش. وبالتالي اللي دفاع الكونغو حلو مش وحش، بس مش افضل حاجه، انت لعبت احسن منه. والهجوم بتاعهم شوربه يا معلم، بالنسبه لنا هجوم مش قوي، فانت لو قدرت تقفل ورا هتكسب الماتش ده لا محاله يعني. وتركز طبعا في الفرص اللي هتجيلك، مش كل فرصه تجيلك تضيع، ولازم يبقى في جمل انت متدرب عليها. انا بالنسبه لي بشوف اللي مفيش ولا جمله فيتوريا بيبقى مدربهم على جمل في التمرين، بحس ان انت بتجيب الجون من غلطه، لو اللعيب بتاعك اللي قدامك ما غلطش مش هتجيب اجوان. انما مفيش جمله كده تتعمل 1 2 طق 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 تيكي طاقه وتجيب جون، لا مفيش الكلام دوت. فاتمنى فيتوريا يقدر يصلح الغلطات ديت، ويبقى في جمله نشوفها في منظمه لمنتخب مصر نتفرج عليها، انما احنا ما بنشوفش هجمات لمنتخب مصر منظمه. اتمنى لكم يكون فيديو كويس، انا عارف اللي هو فيديو قصير، بس انا كنت طالع اتكلم على منتخب مصر والتشكيله اللي احنا المفروض نلعب بيها قدام الكونغو الديمقراطيه. بالنسبه لي لو ركزنا ان شاء الله نقدر نتخطى المركز دوت، نتخطى الدور ال 16 نوصل لدور الثمانيه. هتلاقي غينيا او غينيا الاستوائيه طبعا باذن الله تتخطاها بسهوله. قدامك السنغال الماتش اللي بعديه، عارف اللي هتبقى ماتش صعب، والسنغال تحس اللي هي طالعه لك في المقدر جديد. كل ماتش نقابلها، كل بطوله لازم لازم تعدي على السنغال تسلم عليها وتطلع من البطوله. فان شاء الله تقدر تكسب السنغال وتوصل للنهائي. انا عارف اللي هي هتبقى مهمه صعبه، وفي مهمه صعبه تانية في النهائي بمقابله المغرب، بس اتمنى اللي انت تقدر تعديها. انت عندك جيل بيقدر يوصل لبطولات ويقدر يوصل لنهائيات، بس ما بيقدرش ياخد البطوله. اتمنى بعد وصول نهائيين من اخر 3 بطولات توصل النهائي دوت وتقدر تعمل حاجه باذن الله، وتبقى البطوله الثامنه في تاريخنا لمنتخب مصر باذن الله. اللعيبه تقدر تعمل حاجه باذن الله. اتمنى ان هم يقدروا يعملوا حاجه، وانا متفائل خير في المنتخب دوت بعد ما بقى عندهم دوافع غياب القائد بتاعهم. فاتمنى ان هم يعملوا حاجه للمنتخب. اتمنى تكون مشاهده ممتعه، وشكرا على المشاهده. وزي ما بنقول في كل اخر فيديو اخبط اللايك المتين، انزل اعمل سبسكرايب، صلي على النبي، وحد الله، وسلام.